الحقيقة أنا والله ما أخفيكم سعادتي اليوم، وسأنقلها لمن المسؤول الأول عن بيوت الله، وأرجو وأكرر أن تكون محافظة الأحد هي السباقة دائما إلى مثل هذا العمل الجليل. أنتم الآن وصلني 8 جوامع تقريبا اللي حتشملها هذه الحملة الآن، وأيضا ستمشون قدما تفعلون إن شاء الله. مرحبا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ معك صالح الديواني، منتديات المسارحة أونلاين. الله يحييك. الله يسلمك. أتساءل، لا نرى في المساجد المطويات التوعوية بالنسبة سواء لمرتادي المساجد أو العمال في هذه المساجد، لا نرى أي مطويات توعوية أو منشورات لهم. الحقيقة أنا حسب علمي أن دائما يعني خاصة في المناسبات تقوم الإدارات الأوقاف والمساجد ومكاتب الدعوة التعاونية لتوزيع مثل هذه النشرات والمطويات، سواء في رمضان، سواء في الحج، رمضان فيما يتعلق برمضان، وفيما يتعلق أيضا بالعمرة. تكون هناك مطويات توضح سواء العمالة الموجودة عندنا في المحافظات أو مرتادي المساجد من المواطنين. والحقيقة يعني يوجه الأخوة المسؤولين في إدارة الأوقاف في الأحد والمكتب التعاوني كذلك، هم يسمعوني الآن، إلى تزويد المساجد، ولا سيما لو وضع كالمعتاد توضع يعني مكان مخصص توضع فيه مثل هذه النشرات والمطويات، لأن هذه وسيلة الحقيقة عظيمة وفاعلة من وسائل الدعوة إلى الله. ونحن الآن في هذا الزمن بحاجة إلى مثل هذه الوسائل، لأنه تعددت يعني تنوعت مفاهيم الناس. وأيضا مرتادي المساجد من مواطنين ومن عمالة وافدة ومن أطباء وغيرهم، يعني أفهام نعم تحتاج لمثل هذه الأمور. فالحقيقة الدور قائم وموجود، والإخوة يعني سيكثفون وسيجتهدون في تأمين مثل هذه الأمور. ومكاتب الدعوة أيضا كما أعرف لها أقسام خاصة لمثل هذا العمل تقوم به دائما، والخطيب أيضا عليه دور كبير في هذا الموضوع، ويعني تطوير الخطبة والرقي بها لما يواكب حاجة الناس ولما يواكب الأمور الموجودة في الساحة وفي المجتمع. وأيضا أنتم الإخوة في الإعلام علينا وعليكم دور كبير، والحقيقة هذا من الدور الذي أنتم الآن تقدمونه، جزاكم الله خير. وأنا سعيد جدا بهذا السؤال الحقيقة، وأرجو أن نتواصل جميعا، لأنه مسؤوليتنا مسؤولية عظيمة ومشتركة، ونحن نخدم عقيدة في هذا الوطن الغالي، وطن العقيدة ووطن التوحيد ووطن الأمن ووطن الاستقرار. لابد أن نكون يدا واحدة، الإعلاميين والخطباء والدعاة والمكاتب التعاونية، شعب الجاليات وغيرها، لأن حقيقة وطننا يعني وطن لا كالأوطان، هو قبلة المسلمين، وهو يعني منطلق الرسالة الخالدة، وهو الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وندعو الله جميعا أن يحفظ علينا أمننا وديننا وقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سمو ولي عهد الأمين، سمو النائب الثاني، ولا ننسى صاحب الأيادي البيضاء وقائد النهضة والتنمية الشاملة لهذه المنطقة، سمو سيد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز.